بعد اعتقال الفنان سعد المجرد على خلفية قضية الاغتصاب الشهيرة، ما زالت المحكمة تعقد جلساتها للبحث في المعطيات وبالتالي إصدار الحكم المناسب وإثبات الادعاءات الصادقة ودحض كل الأكاذيب. لكن يبدو أن الفتاة المدعية لوران بريول البالغة من العمر 20 سنة قررت أن تحرج لتكتب رسالة لكل من يهاجمها وتدافع بها عن نفسها، وتبرر بالتالي سبب غيابها عن جلسات المحكمة. فوجئ في فحوى في الرسالة التي كتبتها عبر مدوناتها الخاصة أنها فعلا تعرضت للاغتصاب، وأنها تتفهم حب الجمهور لفنانهم ولو كانت تكذب، هي بالتأكيد سوف تحاكم. كما أشارت أن وجودها مع شخص بغرفته لا يعني قبولها بأن يغتصبها. كما طلبت من الجميع أن يغير عقليته لأننا في العام 2016 كما قالت. أما عن الأسباب التي دافعتها لعدم الحضور ومواجهة الفنان المغربي، ذلك لأن وضعها النفسي غير مستقر ومتدهور. وذكرت بعض المصادر أن المحامي الخاص بالفتاة أثبت ذلك للنيابة العامة بعدما قدم تقرير طبي يفيد بتردي وضعها النفسي. في سياق آخر، كان قد انتشر على موقع يوتيوب فيديو من حساب زد لمجد فلك يظهر فيه شخصا يقول بأن لديه رسالة من سعد إلى جمهوره بعدما التقى به والديه البشير عبيدو ونزهة الركراكي في سجن فيلوري في فرنسا، وطلب منهما توصيلها إلى كل جمهوره. وشكر المعلم محبيه على دعواتهم له، وأكد أنه بريء، كما طلب منهم أن يكونوا واثقين من هذه البراءة وهو مؤمن بالله وكل أموره جيدة. وأضاف: هو يسلكم عليكم كثيرا. وتعد هذه الرسالة إن ثبتت صحتها أو التصريح من النجم المعروف بعد إلقاء القبض عليه في العاصمة الفرنسية. قم بالاشتراك في قناتنا ليصلك جديد أخبار سعد المجرد، ويمكنكم أيضا تتبعنا على الفيسبوك، تجدون الرابط أسفله.